صباح السعادة، وحشتوني قوي قوي قوي. ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب العالمين. يلا نعمل مسقعة باللحمة المفرومة بس أحسن من أي مسقعة بأمر الله. وهي مسقعة زي العادية بالظبط. جبنا 2 من البتنجان وقطعناهم ونقعناهم في مية وملح، وتلات بصلات وفرمناهم، وفرمنا الطماطم وكمان الفلفل. هنحمره ونحمر البتنجان. يلا بينا نحمر. بصوا، انا عايزه البتنجانيه بتاعتي تكون ذهبي، فالطريقه دي جميله وبتكون حلوه زي المسقعه العاديه. مش هرص طبقات ولا اي حاجه، بس زي المسقعه العاديه، باختلاف ان انا هحط اللحمه المفرومه بس كده. بس كده صدقوني بتطلع احلى من الصينيه. بتلاقي الصلصه جواها كده للناس اللي بتحب الحاجه المسبكه. المهم، اهم خطوة عندي هي تحميصة اللحمة دي. تحميصة اللحمة دي بتديها طراوة تحفة وطعم جميل جدا في المسقعة. بيديها طعم حلو قوي. فاعملوا زي ما انا بقولكوا كده، ان شاء الله هتطلع وصفة جميلة معاكم. بس كده حمرت اللحمة ونزلت بالبتنجان في طبق، وهسيبه طبعا يتصفى براحته او ينزل الزيت مع تقليب اللحمة مع رشة من الفلفل الاسمر او فلفل اسمر. يعني مش مطحون زي ما انا ما حطيت. بصوا هنا انا حطيت شوية من الفلفل الاسمر مطحون وشوية من الفلفل الاسمر اللي هو الحصى، وحطيت رشة من بهارات اللحمة. بس كده، مش عايزة اكتر من حاجة طبعا. والملح. بعد ما اديتها تحميصة هشم بقى ريحة التوابل دي وهي بتتحمص مع اللحمة، بتدي ريحة تحفة. عايزة كده تقفي تغمسي كده لقمتين كده على الخطف، جميلة بجد يعني. ما تنسونيش بس في دعوة حلوة ولايك حلو وكومنت، اكيد بيشجعني كتير. جبنا معلقتين من الزبدة لان المسقعة دي بتتعمل بالزبدة. هتقولي لي ازاي والبتنجان مقلي يعني في الزيت؟ لا، ما هو البتنجان احنا بنطلعه على مناديل وبننشفه وعادي بتكون طعمها جميل كده كده. لما بعمل اكل يعني حطيت نفس البهارات، يعني حطيت نفس البهارات على البصلة، بس مش هكتر من البهارات، يعني هحط نص معلقة صغيرة من كل اللي انا قلتلكوا عليه ده. بس كده البصلة خدت تحمير اللون اللي هو الذهبي. اول ما اسمع صوت الطشطاشة، مم، الطشطاشة، اول ما احس ان هي طشطشت معايا كده او ابتدت السمنة تطلع لبره، هعمل ايه؟ هعمل زي دورية في النص كده وهنزل بيها اللحمة عشان اديها بس تسخينة قبل ما اقلبها معانا. شايفين الجمال والحلاوة؟ ريحة الزبدة البلدي خطيرة. يعني انا عايزة اقول لكم جميلة جميلة، انا مش بستخدم غيرها والله. فبالنسبة لي بحبها قوي، بحب ازود. يعني بحب طعم الحاجة، بحب الدسم عليها كده من فوق. يمكن ده غلط في بعض الأحيان، بس أنا اتعودت على كده. أو طلعت ولقيت إن أنا اتربيت على كده، فبقيت أحب الأكل الدسم شوية. الأيام دي بقل منه على قد ما أقدر. بس بصوا بقى تحميصة البصل، سيبوكوا انتوا، سيبوكوا. خطيرة 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 بجد. شايفين الشكل؟ ممكن اكلها كده، ما يعني العشاق اللحمة بالبصل كده حلوة قوي. يعني تشويحتين كده بس وتاكلي منها عادي. هكون محضرة بقى عصير الطماطم وانزل بيه على طول. شايفين الشكل؟ هي اصلا الطاسة سخنة معايا، وهنا انا على فكرة هغير، هحطها في حلة عشان واضح ان الموضوع هنا هيبوظ مني خالص. والطاسة صغيرة على اللحمة المفرومة. فعايزة اقول لكم كمان ان انا كنت بعمل كمان، هو ده ربع كيلو لحمة مفرومة. ربع كيلو لحمة مفرومة عمل لي حلة كبيرة جميلة مسقعة باللحمة المفرومة. والربع كيلو التاني عملته بنفس الطريقة اللي انتوا شفتوها، بس اختلاف ان انا عملته طبيخ لحمة مفرومة. دوت الطبيخ ده كنت بحبه جدا وما زلت اهو. هو ده طبيخ لحمة مفرومة. هتقولوا لي ازاي؟ هقول لكم نفس اللي انا عملته وطشيته بالقطه وسبته يتسبك بس كده. طبعا انا عملت المسقعه ديت لجوزي، وعملت ليا انا الطبيخ دوت انا والاولاد، وعملت جنبه شويه رز كده هتشوفوه. بس عايزه اقول لكم طلع تحفه 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 تحفه، بالف هنا وبالف شفا لكل اللي كلوا.
بصوا بقى الرز ابو شعرية ده عشقي، عشقي. هتشوفوا دلوقتي الطبيخ اللي بقولكوا عليه. وانا يا جماعة بحب اسيب الفلفل الاسمر، بحبه كده، يعني انا بحب اقرشه وانا باكل، فاللي مش بيحب كده طبعا يحط فلفل مطحون. ده طبيخ لحمة مفرومة. عملت بربع كيلو حلة صغيرة، وعملت بربع كيلو المسقعة طبعا حلة كبيرة، عشان المسقعة كده كده بتكون مسقعة من غير لحمة مفرومة، فانا حاطة فيها لحمة مفرومة، فلازم اعمل حلة كبيرة بقى اطور من نفسي. فاهمين؟ اطور عشان ولا اوفر. يلا مشوها زي ما تمشوها. المهم احب اقول لكم في نهاية الفيديو، لو لسه بتتفرجوا عليا ما تبخلوش عليا بلايك وكومنت، سبسكرايب لاسرار المطبخ مع ايه زايد، واستنوني في فيديو جديد بامر الله. كل جديد عندنا وكل جديد معايا بامر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.